لما حد انت بتحبه يقطع علاقته بيك فجأة انت بتخش في حاجة اسمها fear of loss او خوف من الفقد. ودي متلازمة نفسية هتجيلك بشكل مؤقت هتخليك مش على بعضك وعندك تضارب في المشاعر وفي الافكار. خد عندك مثلا الرغبات، الرغبة في معرفة سبب بعده عنك، ده في حالة ان هو مش باين لك السبب. الرغبة في الاختفاء والانعزال والزهد في الحياة كده. خد عندك المشاعر، شعور بالدونية هيصيبك وهتبدأ تحس فيه كأن الشخص ده افضل منك واحسن منك وان انت مالكش اي لازمة. شعور بالعجز وشعور بالغضب، شعور بالتوهان والتشتت، وقيس على كده مشاعر لا تعد ولا تحصى. وطبعا كل ده بيبقى بنسب متفاوته ما بين شخص والتاني، ما بين علاقه والتانيه، وما بين كنت انت اللي سايب او انت اللي متساب. طب يا كوتش ابراهيم انا دلوقتي في الفير اوف لوس اتصرف ازاي؟ اولا الموضوع هو تغيير قناعات. بدل ما يبقى عندك قناعه ان هو خلاص سابك وان انت عايش لوحدك، ابدا غير قناعتك وقول انا دلوقتي هبدا اشتغل على نفسي علشان لو جت فرصه الشخص ده اشوفه قدامي يشوفني احسن. إذا بمجرد تغيير القناعة تتغير صورتك تجاه الوضع السلبي اللي أنت عايشه. الوقت اللي بالنسبة لك جحيم علشان الشخص ده مش هيبقى موجود فيه، هو الوقت ده اللي هيبقى بالنسبة لك فرصة لتطوير نفسك ودافع أكبر للنجاح. تاني حاجة من تبعات الفير اوف لوس هتجيب لك هجمات شرسة من الأفكار السلبية اللي ليها علاقة بشعورك الدوني. أفكار من نوع أنا فاشل، أنا مستحقش أبقى في علاقة كويسة، هو أحسن مني، أنا غلطت غلطات كتير. اعمل تحويل المسار، هات بديل ايجابي لكل فكره سلبيه عماله بتسيطر عليك. ده هيساعدك مع مرور الوقت انك تعرف تبرمج عقلك بطريقه صحيه اكتر بحيث تمنعك انك تكون عايش في دوامه الافكار دي طول الوقت. وافتكر ان الامر واقع، انت بالنسبه لك ما عندكش خيارات، فالمعادله هتكون كالاتي: يا اما تفضل في ضعف مستمر، يا اما تبقى في ضعف مؤقت بلس قوه مستمره. يعني انت لو سبت نفسك وسمحت الافكار السلبيه دي ان تنتصر عليك وتاثر على ثقتك بنفسك، الوقت كفيل ان هو يخليك كده طول حياتك. اما لو تقبلت حزنك وتعايشت وعرفت الدروس اللي اتعلمتها من العلاقه دي وطورت من نفسك، ضعفك ده هيبقى ضعف مؤقت وبناء عليه هتوصل لقوه اعلى بكتير جدا من اللي انت عليها دلوقتي. اكتبوا لي تجاربكم في موضوع الفير اوف لوس، وما تنسوش تسالوا على كورس التعافي العاطفي اللي من خلاله تتعلم معايا مباشره استراتيجيات وتقنيات هتساعدك انك تتعافى بشكل اسرع وباقوى. ولو عايزين المزيد من الفيديوهات دي لايك وكومنت، واشوفكم على خير.